دار رئاسة مجلس الوزراء أول اجتماع رسمي بين الوفدين المصري والبريطاني في مباحثات الجلاء. وقد وصل سير رالف ستيفنسون السفير البريطاني وجنرال سير براين روبرتسون ومستر كريزويل الوزير المفوض إلى الدار، حيث كان أعضاء الوفد المصري حضرات البكباشي جمال عبد الناصر وقائد الجناح عبد اللطيف بغدادي والصاغ صلاح سالم والصاغ عبد الحكيم عامر منتظرين في قاعة المجلس، فصافحوا أعضاء الوفد البريطاني. أقبل الرئيس القائد محمد نجيب والدكتور محمود فوزي وزير الخارجية، فصافحوا الأعضاء. وترأس الرئيس الاجتماع الأول في مباحثات الجلاء الناجحة بإذن الله. حمادي بدأ اللقاء، لقاء شعب مصر بقادة ثورته وهي توشك أن تستقبل عيدها الثالث. وانطلق أهالي نجا حمادي تأمهم الحماسة الوطنية الدافقة يرحبون بقائد الثورة وباعث النهضة جمال عبد الناصر. خرج أهالي نجا حمادي يعبرون عن الفرحة مقرونة بالنصر، ويود كل منهم لو استطاع أن يصافح الرئيس وأن يسجي إليه الشكر على العزمات الصادقة التي برت بوعد الثورة لجموع الفلاحين ووفت بالعهد الذي قطعته على نفسها يوم قامت لتعيد للشعب حقه المسلوب. وصل ركب الرئيس إلى السرادق الكبير
حيث كانت الآلاف تنتظر وصوله ليضيف إلى انتصارات الشعب نصرا جديدا. وانطلقت الدعوات إلى الناصر أن يحفظ عبد الناصر. وسط التكبير والدعاء والهتاف الصادر من الأعماق تكلم الرئيس جمال. لقد كان حديثه معبرا عن أحاسيس كل المصريين. لقد قضت الثورة على الإقطاع وأعادت إلى ساكن الأكواخ حقوقهم، وردت للكادحين في الحقول آدميتهم. فلم يعد في مصر اليوم عبيد ولا أسياد، ولكن هناك شعب واحد حر كريم. وفي يوم العيد الأكبر للفلاحين في نجا حمادي تكلم صلاح سالم، وتكلم عبد الحكيم عامر، وتكلم جمال سالم. تكلموا مؤكدين ما قاله جمال عبد الناصر في كلمات نفذت من الآذان لتستقر في أعماق القلوب. ثم وزع الرئيس والقادة على الفلاحين عقود التمليك لمساحات شاسعة من الأرض الطيبة كانت ترويها من قبل حبات العرق وقطرات الدموع، وكان الخير للغرباء. وفي وجوه الملاك الجدد بدا التصميم على العمل والإنتاج، فالخير اليوم لهم. وقصد الرئيس جمال عبد الناصر إلى أرض الجمعية التعاونية لبناء المساكن التي خصصها الإصلاح الزراعي لمساكن الفلاحين. وغرس جمال عبد الناصر أول شجرة في المنطقة ليفيء بظلها في مساكن نظيفة الذين حرمهم الإقطاع في الماضي من حقهم في الحياة الكريمة ومن حقهم في أن يعيشوا كآدميين. وعاد ركب التحرير والخير إلى محطة نجا حمادي ليواصل منها طوافه بكل البلاد ولقاءه بكل المواطنين. وخرج أهل الصعيد جميعا يحيونه في حماس ويرحبون به في حرارة لم يحس أحد بجانبها بحرارة الشمس في صيف الصعيد. وإلى قرية في صعيد مصر قصد بعد ذلك الركب، قرية نبت فيها المصري الأصيل الذي يحمله الشعب اليوم تحقيق أهدافه. وصار جمال وسط الدور التي نشأ فيها صغيرا وأحس فيها بما يحس به شعب مصر كله. دمشق أروع مظاهرات شعبية في تاريخ المدينة العربية الخالدة، فخرجت الجماهير تهتف بحياة الجمهورية العربية المتحدة، أمل العروبة وخطوتها الأولى نحو الوحدة الكاملة. وحمل المتظاهرون صور الرئيس جمال عبد الناصر والعلمين السوري والمصري، ثم قصدوا إلى دار الرئاسة حيث استمع رئيس شكري القواتلي إلى كلمات الخطباء من أبناء الشعب العربي في سوريا. وأجابت فرق الدفاع المدني والمقاومة الشعبية طرقات دمشق، لما طافت السيارات بالشوارع وقد زينت باللافتات تحمل عبارات التحية والعهد على الدفاع عن كرامة العرب وعزتهم. في المساء قصد رجال السلك السياسي العربي والأجنبي وعقيلاتهم وكبار الشخصيات إلى القصر الجمهوري، حيث قدموا تهانيهم الصادقة بقيام الجمهورية العربية المتحدة إلى الرئيس شكري القواتلي. كما وفد إلى القصر الجمهوري الزعماء اللبنانيون وكبار الشخصيات اللبنانية حاملين تحية الشعب العربي في لبنان للجمهورية العربية المتحدة. وفي لبنان صارت المظاهرات في كل المدن اللبنانية تهتف بحياة الرئيسين القواتلي وجمال عبد الناصر وبحياة الجمهورية العربية المتحدة. وانطلقت الجموع تعبر عن فرحتها وبهجتها بالرقص والغناء، ولا عجب فقد لاح فجر التحرر الكامل لكل أجزاء الوطن العربي. كما حمل المتظاهرون نعوشا تمثل الاستعمار وهي تشيعه. وشهد الاحتفالات الشعبية زعماء لبنان ورجالها السياسيون يحيون حماسة الجماهير ويستمعون إلى الكلمات التي ألقيت تحية لوثبة العرب الجديد. التقى الرئيس جمال عبد الناصر
الناصر لقاء تاريخيا بالشعب العربي في القاهرة. وقد خرج الرئيس جمال عبد الناصر من داره ليتكلم في المؤتمر الشعبي الذي أقامه الاتحاد القومي في ميدان الجمهورية عن الحركة الانفصالية التي قامت في سوريا وقام بها فئة من الرجعيين وعملاء الاستعمار. وسط هذه المظاهر الخلابة وصل الرئيس إلى مبنى الاتحاد القومي بميدان الجمهورية، واستقبل سيادته عند وصوله نواب الرئيس ووزراء الإقليمين. وأطل الرئيس من شرفة المبنى على الجماهير المحتشدة في الميدان، والتي كانت تمثل جميع الطوائف والهيئات والطلبة السوريين في القاهرة، فارتفعت هتافاتهم تشق عنان السماء تحيي الرئيس وصحبه الأبرار وتهتف بسقوط الخونة والعملاء. وكان الرئيس يحيي الشعب العربي الوفي المؤمن برسالته. الإخوة المواطنون، لقد آثرت أن أكون معكم وجها لوجه في هذه الظروف المؤلمة التي تمر بها الأمة العربية. إنكم أيها الإخوة جميعا تعرفون ما حدث اليوم الذي بدأ بالتمرد صباح أمس. هذا اليوم انتهى بالخيانة في الليل، تمرد في الصباح ثم محاولة لحل وسط. كان هذا أمر واضح كل الوضوح لينا. التمرد في الصبح والبيانات اللي اتقالت الصبح كانت تدل على أن هذه الحركة الانفصالية الرجعية إنما تعمل من أجل الرجعية ومن أجل الاستعمار. قلت في حديثي لكم بالأمس صباحا إن البيان الثاني يدل على هذه الاتجاهات. وقد قلت بالأمس أيها الإخوة المواطنون إنني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أقبل حلا وسطا، لا يمكن أن نساوم على جمهوريتنا. قصد الرئيس جمال عبد الناصر إلى القصر الجمهوري بالقبة ليتحدث إلى شعب الجمهورية العربية المتحدة عن العدوان الثلاثي الغاشم الذي شنته إسرائيل بمعاونة أمريكا وبريطانيا على أرض الوطن العربي كله. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. إن قوى الاستعمار تتصور أن جمال عبد الناصر هو عدوها، وأريد أن يكون واضحا أمامهم أنها الأمة العربية كلها وليس جمال عبد الناصر. وما أن انتهى الرئيس جمال عبد الناصر من حديثه الذي هز الوطن العربي كله وصدم الملايين من العرب عندما قال إنه تنحى عن مسؤوليته كرئيس للجمهورية العربية المتحدة، حتى تحرك أبناء الشعب في زحف عظيم، وكانت هتافاتهم تشق عنان السماء في كل شبر من أرض الوطن: ناصر ناصر. وفي البلاد العربية خرجت الكتل البشرية الهائلة في حزن عميق تعرب عن ألمها لهذا القرار وإرادتها في أن يخوض بها عبد الناصر المعركة قائدا وزعيما. وأبدوا هذا الرأي في مظاهراتهم الصاخبة وهتافاتهم المدوية ومشاعرهم التي وصلت إلى حد البكاء في الشوارع. وفي مجلس الأمة أذاع السيد أنور السادات كلمة الرئيس جمال عبد الناصر التي استجاب فيها لإرادة الأمة. لو ساعدتني الأمة على تنفيذ القرار الذي اتخذته بأن أتنحى، ويعلم الله أنني لم أصبر في اتخاذ هذا القرار عن أي سبب غير تقدير المسؤولية، متجاوبا مع ضميري ومع ما أتصور أنه واجبي. وإني لأعطي لهذا الوطن راضيا وفخورا كل ما لدي حتى الحياة
إلى آخر نفس فيها. شهد الرئيس جمال عبد الناصر مناورة ضخمة للمدرعات والطيران حدثت في مكان ما بالصحراء وراء خطوط القتال. وقد رافق سيادته السيد أنور السادات والسيد حسين الشافعي عضواء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي، والفريق أول محمد فوزي وزير الحربية، والفريق عبد المنعم رياض رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة، والفريق صالح مهدي عماش نائب رئيس وزراء العراق الذي كان يزور القاهرة وأجل سفره كي يحضر المناورة الضخمة. وكان الرئيس جمال عبد الناصر يتابع المناورة ويتحرك وراء خطوطها في دبابة قيادة استقلها معه وزير الحربية ورئيس الأركان والضيف العراقي. واشترك في المناورة جانبان، ولم تكن مناورة هياكل مرسومة من قبل على الورق، ولكنها كانت معركة حية ومتحركة، وكان على جانب منها أن يتصرف وفق ظروفه، كما أنه كان لكل جانب من الجانبين قوته الجوية المقاومة. وقد أتاحت هذه المناورة للرئيس فرصة واسعة لكي يلتقي بكثيرين من الضباط والجنود ويسمع منهم ويتحدث إليهم في عديد من المسائل الهامة المتصلة بالآمال الكبيرة التي تعلقها الأمة العربية كلها عليهم. الرئيس أنور السادات في خطاب ألقاه أمام مجلس الأمة ووجهه إلى الأمة العربية وإلى العالم موقف الجمهورية العربية المتحدة خلال الفترة القادمة. وقد أعلن الرئيس مبادرة مصرية جديدة تتلخص في انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية عن الشاطئ الشرقي للقناة كمرحلة أولى على طريق جدول زمني لتنفيذ بقية بنود قرار مجلس الأمن. وإذا تحقق ذلك فإننا على استعداد أن نبدأ فورا تطهير قناة السويس وفتحها للملاحة الدولية. كما أعلن الرئيس أننا نقبل النداء الذي وجهه يوفانت السكرتير العام للأمم المتحدة، وذلك بالامتناع عن إطلاق النار مدة 30 يوما على أن يتحقق السكرتير العام والمجتمع الدولي كله خلال هذه الفترة من أن هناك تقدما حقيقيا في صلب المشكلة، هذا دون أي مساس بالتزامنا الأكبر ومسؤوليتنا التي لا بديل لها في تحرير جميع الأراضي المحتلة عام 1967 وإعادة حقوق شعب فلسطين. تم في فناء وزارة الداخلية حرق الأشرطة والسجلات السرية التي كانت قد سجلت للمواطنين، وقد أشرف الرئيس أنور السادات على حرق هذه الأشرطة بحضور السيد الدكتور عبد القادر حاتم نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام، والسيد ممدوح سالم وزير الداخلية، واللواء أحمد إسماعيل رئيس المخابرات العامة، وعدد كبير من رجال الأمن. وسجل الرئيس أنور السادات وثيقة تحرر جديدة للإنسان المصري. لقد بدأت اليوم صفحة جديدة بيضاء في حياة هذا الشعب البطل. نحن نعمل اليوم بلا خوف أو إرهاب، نمارس الحرية بلا قيود في ظل سيادة القانون الذي يوفر الأمن والطمأنينة والحرية، كل الحرية للشعب، فالحرية سلاح الشرفاء والأقوياء. شهدت محافظات ومدن وقرى الجمهورية هذا الأسبوع أروع مظاهر التأييد للقائد أنور السادات، وخرجت المسيرات الشعبية الضخمة تعلن عن إرادة الإنسان الحر في مواصلة مسيرة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر بقيادة الرئيس أنور السادات. خرجت جماهير 15 مايو تعلن التفافها حول قيادته وتجديد البيعة له، وتعلن عن صلابتها وتمسكها بوحدتها الوطنية على طريق بناء الدولة الحديثة على أساس من العلم والإيمان وتدعيم المكاسب الاشتراكية،
انطلق صوت الإنسان الحر في 15 مايو يعلن عزمه الصلب على استرجاع الأرض المحتلة. والتقى الرئيس أنور السادات بوفد من ضباط الشرطة يصحبهم السيد ممدوح سالم وزير الداخلية لينقلوا لسيادته تأييد رجال الشرطة المطلق له. وتحدث إليهم الرئيس السادات قائلا إن مهمتكم هي المحافظة على الشعب وصيانة سلامة الوحدة الوطنية. وقال سيادته إن الزائر المجهول حامل الأشرطة الذي ذهب إلى بيته ليكشف أول خيوط المؤامرة لم يكن سوى ضابط شرطة صغير السن. وقال سيادته إن كل فرد في هذه الأمة ينبغي أن يحس بالأمن والطمأنينة. واستقبل الرئيس أنور السادات وفدا يمثل علماء الأزهر يتقدمهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد الفحام والدكتور عبد العزيز كامل وزير الأوقاف. وتحدث إليهم الرئيس قائلا: نريد أن يتحرر شعبنا من الخوف، نريد ألا يخاف أحدا إلا الله. واستقبل الرئيس أنور السادات يوم الأحد 16 مايو كذلك بمنزله بالجيزة السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير خارجية الجزائر، وبحث معه آخر التطورات التي حدثت في الجمهورية العربية المتحدة والجزائر، وحمله رسالة إلى الرئيس الجزائري هواري بومدين. كما استقبل الرئيس أنور السادات ظهر يوم الاثنين 17 مايو الماضي بمنزله بالجيزة السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وصل الدكتور هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي إلى مطار أسوان قادما من إسرائيل، وذلك في نطاق التحرك المكوك لفك الارتباط الثاني على الجبهة المصرية. كان في استقباله بالمطار السيد إسماعيل فهمي وزير الخارجية المصري. ثم توجه الدكتور كيسنجر ومرافقوه للاجتماع بالسيد الرئيس أنور السادات باستراحته بأسوان لإطلاعه على آخر ما توصل إليه مع الحكومة الإسرائيلية بعد أن نقل إليها المقترحات المصرية المضادة. حضر الاجتماع السيد إسماعيل فهمي والفريق أول محمد عبد الغني الجامصي وزير الحربية وأعضاء الوفد الأمريكي. ويبدي وزير الخارجية الأمريكي تفاؤله بالنسبة للمحادثات التي يقوم بها في الوقت الحاضر لسد الفجوة بين الجانبين حتى يصل إلى نتيجة إيجابية. وقد أكد السيد الرئيس على أن إنهاء حالة الحرب لن تكون بغير التسوية الشاملة لكل عناصر أزمة الشرق الأوسط، كما أن اتفاقات الفصل ليست اتفاقات سلام، إنما هي ضرورة لخلق شعور الثقة الذي هو قاعدة السلام، ثم لإبعاد خطر المواجهة العسكرية. كما بحث السيد الرئيس مع دكتور كيسنجر خط الانسحاب الجديد على الجبهة المصرية على أن يكون ذا عمق كاف ويشمل ممري الجدي ومثله وحقول أبوركيس. عقد مجلس الشعب جلسة تاريخية خاصة حضرها الرئيس أنور السادات، وشهدها السيد حسني مبارك نائب رئيس الجمهورية والسيد ممدوح سالم رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة. وقد بدأ الرئيس خطابه الهام بالحديث عن المنابر ولجنة مستقبل العمل السياسي، وقال الرئيس: إننا نضع اللمسات الباقية لبدء حياة ديمقراطية سليمة على أرض هذا الوطن. وأعلن الرئيس أن القوات المسلحة لها وضعها الخاص في ساحة الشرف والقتال وحماية الدستورية الشرعية. وتحدث الرئيس عن الصحافة فقال: إنه لا ملكية فردية للصحف لتأثيرها الضخم على الرأي العام. وعن الموقف الاقتصادي قال الرئيس: إننا نجتاز أزمة صعبة جدا ونحتاج ل5 سنوات لتطوير الوضع الاقتصادي.
وانطلق الرئيس في خطابه التاريخي إلى الحديث عن الموقف العربي، وقال سيادته إن الوحدة العربية هي تسامح وبعد عن التعصب وتعايش بين الأجناس والثقافات. وعن الموقف مع أمريكا قال الرئيس إننا استطعنا أن نقلل من انحياز أمريكا لإسرائيل، وهذا نصر ضخم للقضية العربية. أما العلاقات مع الاتحاد السوفيتي فقد تحدث عنها الرئيس باستفاضة، فعرض سيادته على أعضاء المجلس تطور العلاقات مع الاتحاد السوفيتي، وقال سيادته إن الاتحاد السوفيتي بدأ بعد حرب أكتوبر في التشدد في معاملاته مع مصر، وقد رفض في الفترة الأخيرة تزويدنا بالسلاح وقطع الغيار عن طريقه أو عن طريق الهند، كما أن الاتحاد السوفيتي يطالبنا بفوائد الديون العسكرية، وهو ما لا يحدث في العالم. وواضح أننا نتعرض لضغط اقتصادي وعسكري من الاتحاد السوفيتي لكي نركع، وأنا لا أركع إلا لله وحده. ثم قدم سيادته إلى المجلس مشروع القانون الخاص بإنهاء المعاهدة المعقودة بين مصر والاتحاد السوفيتي. إن الهدف الأسمى لثورة التصحيح بعد العمل على تحرير كامل التراب الوطني هو تنظيم عملية صعبة، وهي إنهاء مرحلة الشرعية الثورية وإرساء مرحلة الشرعية الدستورية. ومن أجل هذا تمت تنحية مراكز القوى التي كانت تحكم دون مسؤولية، وتم إرساء قاعدة سيادة القانون، الأمر الذي استتبع إلغاء المعتقلات كافة ومبدأ الاعتقال ذاته لأول مرة منذ 40 سنة، وصار كل مواطن آمنا على نفسه ومال طالما أنه يتحرك في إطار القانون المعروف للكافة. كذلك فقد أعطيت المؤسسات حقوقها كاملة، فالسلطة التنفيذية الممثلة في مجلس الوزراء تمارس الآن سلطاتها الدستورية كاملة وتتحمل مسؤولياتها كاملة لأول مرة. والسلطة التشريعية أثبتت وجودها من خلال مجلسكم الموقر كما لم تثبتها من قبل. والسلطة القضائية عاد لها استقلالها العزيز وحماها المنيع. وبهذا التغيير العميق الذي نحن مقبلون عليه في إعادة التنظيم السياسي تكتسب السلطة الشعبية حقوق وحرية حركة وقدرة على المشاركة لم تكن لها من قبل. فعلا مستعد أن أذهب إلى آخر هذا العام، وستدهش إسرائيل حينما تسمعني الآن أقول أمامكم أنني مستعد أن أذهب إلى بيتهم إلى الكنيسة ذات ومناقشتهم. في يوم السبت 19 من نوفمبر عام 77 بدأ الرئيس أنور السادات رحلة من أعظم الرحلات التاريخية في سبيل السلام إلى مدينة القدس، تعلقت بكل خطوة منها أنظار العالم لجسارتها وشجاعتها. وفي الساعة 8 من مساء ذلك اليوم حبس العالم أنفاسه وهو يتابع خطى الرئيس السادات تهبط سلم الطائرة عندما وصل قائد السلام إلى مطار اللد في بداية رحلته، حيث كان في استقباله إبراهيم كازير رئيس الدولة ومناحم بيجن رئيس الوزراء ثم رئيس المحكمة العليا وكبار حاخامات إسرائيل وجميع الوزراء ورؤساء الطوائف الدينية وممثلو الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية. وشارك في استقبال الرئيس السادات رؤساء الوزراء السابقين وفي مقدمتهم جولدا مائير وشيمون بيريز وإسحاق رابين وأعضاء الكنيسة الإسرائيلي. وقد حضر استقبال الرئيس التاريخي لدى وصوله إلى مطار اللد أكثر من 200,000 شخص، وشاهدت أمريكا وأوروبا الحدث التاريخي لحظة بلحظة. وتابع الشعب العربي خطوات الرئيس الجريئة في سبيل السلام العادل، وتأكد الشعب الإسرائيلي
أن عليه أن يتخذ قرارات حاسمة في مواجهة رحلة السلام. وفي صباح اليوم الثاني للزيارة التاريخية توجه بطل السلام إلى المسجد الأقصى بالقدس ليؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك. وإلى لقائه تدفق آلاف من الفلسطينيين العرب الذين بدأ زحفهم من قرى الضفة الغربية المحتلة منذ مساء اليوم السابق. ولقد هب أبناء الشعب الفلسطيني عن بكرة أبيهم للقاء الرجل المؤمن الذي جعل قضيتهم قضيته، والذي وهب في سبيل الدفاع عنها كل شيء، والذي حارب في سبيلها كأشجع ما يكون المحارب، ثم ذهب إلى خصمه في جسارة وجرأة يبحث معه طريق السلام حتى يتوقف الخراب والدمار وتنمو أزهار السلام. وقد عرض أعيان الخليل وزعماء الضفة الغربية على الرئيس مطالب الشعب العربي داخل الأرض المحتلة والمشكلات التي تواجه عرب فلسطين. وبين الفلسطينيين صلى الرئيس المؤمن في خشوع صلاة عيد الأضحى المبارك وصلاة شكر لله عز وجل أن جعله أول رئيس عربي يصلي في المسجد الأقصى منذ 30 عاما. وفي الساعة 4 من بعد ظهر يوم الأحد 20 من نوفمبر عام 1977 تعلقت أنظار العالم بالرئيس السادات وهو يدخل الكنيسة الإسرائيلي الذي استقبل أعضاؤه وصول الرئيس بعاصفة من التصفيق. أن الأمة العربية لا تتحرك في سعيها من أجل السلام الدائم العادل من موقف ضعف أو اهتزاز، بل إنها على العكس تماما تملك من مقومات القوة والاستقرار ما يجعل كلمتها نابعة من إرادة صادقة نحو السلام، صادرة عن إدراك حضاري بأنه لكي نتجنب كارثة محققة علينا وعليكم وعلى العالم كله، فإنه لا بديل عن إقرار سلام دائم وعادل لا تزعزعه الأنواء ولا تعبث به الشكوك ولا يهزه سوء المقاصد أو التواء النوايا. وقد أقامت الحكومة الإسرائيلية حفل عشاء تكريما لوصول الرئيس السادات إلى القدس في رحلة السلام التاريخية، وحضرها أعضاء الوفد المصري المرافق للرئيس، وضم الدكتور مصطفى خليل الأمين الأول للجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي، وحسن التهامي نائب رئيس الوزراء، وحسن كامل رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والدكتور بطرس غالي وزير الخارجية بالنيابة، وسعد محمد أحمد وزير القوى العاملة، وعثمان أحمد عثمان رئيس المجموعة البرلمانية بمنطقة الإسماعيلية، ومصطفى كامل مراد رئيس حزب الأحرار، وعبد الباري سليمان وسالم اليماني عضو مجلس الشعب عن محافظة سيناء. وقد ألقى مناحم بيجن رئيس وزراء إسرائيل كلمة حيا فيها الرئيس السادات ومبادرته الشجاعة من أجل السلام. واستقبل الرئيس في فندق الملك داود وفدا من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة الذين طلبوا من العرب مساعدتهم على الصمود. والتقى الرئيس السادات بأعضاء الكتل البرلمانية المختلفة في الكنيست لمدة ساعتين قبل مغادرة إسرائيل. وقد طلب الرئيس أعضاء الكتل المختلفة التي تمثل 11 حزبا بأنه يتعين عليهم مواجهة الحقائق وأن يتخذوا قرارات صعبة ليس من أجل الجيل الحالي فحسب ولكن من أجل الأجيال القادمة أيضا. كما استمع سيادته إلى كلمات من ممثلي الكتل الثلاث التي اجتمع بها، وهي كتلة حزب ليكود الحاكم التي يرأسها بيجن، وحركة الديمقراطية من أجل التغيير التي يرأسها إيجال يدين نائب رئيس الوزراء. ثم اجتمع الرئيس بممثلي حزب العمال ركاح المعارض الذي يرأسه شيمون بيريز. وشهد هذا الاجتماع كبار أعضاء حزب العمل أبا إيبن وإيجال ألون وميشيل شقال وجولدا مائير.
وأعلن الرئيس السادات في المؤتمر الصحفي الذي عقد في ختام زيارته للقدس أننا سنعمل من أجل عقد مؤتمر جنيف قريبا، وأن الاتجاه هو التوصل إلى اتفاق كامل في جنيف، وأن المسائل الفرعية يمكن أن تحل من تلقاء نفسها. وردا على سؤال حول مصير الأرض المحتلة قال الرئيس: إن ردي يتلخص في كلمتين: إن أرضنا مقدسة ولا نقبل المساومة عليها. وفي ختام الزيارة وصل موكب الرئيس السادات إلى مطار اللد قادما من القدس، حيث ازدان المطار بالأعلام المصرية واللافتات التي كتب عليها باللغة العربية والإنجليزية عبارات الترحيب بالرئيس السادات رجل السلام. وعند وصول سيارة الرئيس عزفت الموسيقى تحية لوصوله، حيث نزل من السيارة يرافقه رئيس دولة إسرائيل، وتقدم الرئيس يحيي مودعيه يرافقه إبراهيم كازير ومناحم بيجن. وقد تبادل الرئيس حوارا قصيرا مع موشي ديان وأريل شارون وجولدا مائير. وعزفت الموسيقى السلامين الوطنيين لمصر وإسرائيل، وعلى هتاف الجماهير وتصفيقها الحار لطائرة الرئيس وهي تغادر أرض المطار حاملة رجل السلام. وتوجه الرئيس إلى مجلس الشعب ليضع أمام الاجتماع المشترك لمجلس الشعب واللجنة المركزية كشف حساب عن نتائج رحلة السلام التاريخية. وأمام أعضاء المجلس وشعب مصر والعالم كله دعا الرئيس أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى اجتماع يعقد في القاهرة من أجل الإعداد لمؤتمر جنيف. وأعلن الرئيس استعداد القاهرة لاستقبال سكرتير الأمم المتحدة وممثل القوتين العظميين ودول المواجهة مصر وسوريا والأردن والفلسطينيين وإسرائيل. وقد حدد الرئيس نتائج رحلة السلام بأنه لم يعد في وسع إسرائيل بعد الآن أن تشكك في صدق الرغبة العربية في الوصول إلى سلام عادل، وأن العالم كله الآن يجمع على ضرورة أن تقوم إسرائيل بمبادرة جديدة للسلام ردا على خطوة مصر الإيجابية، حتى يقوم التعمير والبناء عوضا عن التدمير والخراب، وحتى ينمو الزرع الأخضر مكان جماجم الموت، وحتى تقوم فوق ساحات الحرب أبراج الحب والحياة والأمن والسلام.
The first document that we will sign is entitled A Framework for Peace in the Middle East, agreed at Camp David. And the text of these two documents will be released tomorrow. The documents will be signed by President Sadat and Prime Minister Begin, and it will be witnessed by me. We have to exchange 3 documents, so we'll all sign 3 times for this one. Thank you very much. في بداية الاحتفال عزفت الموسيقى السلام الوطني لكل من جمهورية مصر العربية وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. ثم بدأ الزعماء الثلاثة في التوقيع على نسخ المعاهدة. وتنص الاتفاقية على انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء على مراحل وعودتها إلى السيادة المصرية الكاملة، وأن تبدأ المباحثات حول الحكم الذاتي للفلسطينيين بعد شهر من توقيع المعاهدة. جرت في مصر أول انتخابات من نوعها منذ سنين طويلة، تميزت بالنزاهة والديمقراطية والأمانة من جميع الوجوه. ولقد أشادت جميع الصحف العالمية ووكالات الأنباء وأجهزة الإعلام المختلفة بانتخابات مجلس الشعب الأخيرة، ووصفتها بأنها أكثر الانتخابات المصرية حرية منذ 60 عاما. وقبل موعد الانتخابات بفترة طويلة بدأت الدعاية الانتخابية للأحزاب بشتى الوسائل، والتي كان من بينها بالطبع اللافتات التي ملأت الشوارع والميادين
تدعو لانتخاب المرشحين. ولقد اشترك في الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب 5 أحزاب، هي الحزب الوطني الديمقراطي، وحزب الوفد الجديد، وحزب العمل الاشتراكي، وحزب التجمع، وحزب الأحرار. وعقدت المؤتمرات الحزبية في كل مدن وقرى مصر في سائر المحافظات. وكان من بين المؤتمرات التي عقدها الحزب الوطني الديمقراطي مؤتمر شعبي في محافظة الجيزة، شهده السيد حسن أبو باشا وزير الداخلية وأحد المرشحين عن الحزب الوطني في محافظة الجيزة. كما عقد الحزب الوطني مجموعة أخرى من المؤتمرات الحزبية في عدد من الدوائر، كان من بينها المؤتمر الذي شهده السيد الدكتور صبري زكي وزير الصحة وغيره من مرشح الحزب عن هذه الدائرة. كما عقد حزب الوفد الجديد مجموعة من المؤتمرات الحزبية في مختلف الدوائر، تحدث فيها مرشحو الحزب عن برنامجه الانتخابي. وقد شهد هذه المؤتمرات السيد فؤاد سراج الدين رئيس الحزب. وعقد حزب العمل الاشتراكي عددا آخر من المؤتمرات الحزبية التي شهدها قادة الحزب، وعلى رأسهم المهندس إبراهيم شكري رئيس الحزب. وكذلك قام حزب التجمع بعقد العديد من اللقاءات الشعبية التي دعا فيها أعضاء الحزب والمواطنين إلى تبني برنامجه. وصل السيد الرئيس مبارك إلى مطار أورلي بباريس في إطار زيارته لفرنسا، وكان في استقبال سيادته بالمطار السيد بيير جوكس وزير الدفاع الفرنسي وكبار المسؤولين والسفير المصري في باريس وأعضاء السفارة والجالية المصرية. بعد أن جرت مراسم الاستقبال الرسمية صافح السيد الرئيس كبار مستقبليه. بعد ذلك توجه سيادته إلى قصر المارينيه حيث مقر إقامته في العاصمة الفرنسية. بعد
وكذلك ألقى السيد الرئيس حسني مبارك خطابه التاريخي الهام أمام البرلمان الأوروبي، حيث طلب سيادته البرلمان بالمساهمة في حل مشاكل الشرق الأوسط طبقا لقراري مجلس الأمن ومبدأ الأرض مقابل السلام. ونشد رئيس أوروبا إعادة تأييدها لمبادرة مصر بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. واقترح السيد الرئيس مبارك في خطابه أمام البرلمان الأوروبي خفض نسبة 10% في الإنفاق العسكري العالمي وتخصيصه لدعم التنمية وزيادتها في دول العالم الثالث. وقال الرئيس إن النسبة الحالية المخصصة لمساندة العالم الثالث هي أقل من 1% من الدخل القومي للدول المتقدمة. ودعا السيد الرئيس مبارك إلى حل مشكلة ديون العالم الثالث، وقال إن الدول الأفريقية والنامية في حاجة ماسة لإعفائها من ديونها. كما طلب الرئيس بإزالة الحواجز التجارية بين أوروبا والدول النامية وتشجيع تحويل التكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى الدول النامية. واقترح الرئيس إقامة منتدى للحوار يضم دول الشرق الأوسط وأوروبا باعتبارها تشارك في حوض البحر المتوسط. وعقب إلقاء السيد الرئيس مبارك لخطابه الهام حياه السادة أعضاء البرلمان الأوروبي، ثم صافح سيادته الدكتور بارون كريسبو رئيس البرلمان.